هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبي في الله، والله أنا هتكلم في موضوع أنا عن نفسي مش مصدقاه. يعني أنا مش مصدقة اللي بيحصل ده. يعني بناكل في لحم بعضينا، فضحنا بعضينا، جرسنا بعضينا، عائلات بتفضح بعضيها بشكل لا يمكن تتخيلوه، بوضع مستفز جدا. عيلة بأكملها بتاكل في بعضيها بطريقة لا يمكن أنا عن نفسي يعني أرضاها عن نفسي. أنا في بداية الموضوع أنا شفت زي فيديو كده بالصدفة، واحد بيشتم أخته وبيعيرها وبيقول لها وبيزيد لها ويعيد لها والكلام ده. وطبعا أنا استفزني الموضوع إن أخ بيتكلم على أخته بالطريقة دي. نزلت فيديو عنه، أنا ما نزلت، أنا لا أعرفه هو ولا أعرفها هي. يعني حتى أنا عشان برضو أكون مصداقية كاملة، إني أنا لا جبت سيرتها ولا حتى قناتها، ولا جبت سيرة الراجل ده ولا حتى قناته، ولا أنا بتكلم عامة، يعني بتكلم كعامة. المهم ان سكتنا على كده. انا دخلت على الفيديو بتاع الست دي عشان اشوفه بترد على اخوها تقول ايه. لقيت كلامها وقور ومحترم والكلام ده. طبعا يعني الانسان برضو ما تاخدش الموضوع من اول وهله كده، ودي كانت غلطتي. يعني كل شويه اني انا دخلت الفيديو ده والفيديو ده، كل شويه يجيني ايه فيديوهات تبع الشخصه نفسها او الشخص نفسه. طبعا الراجل اتوعد وقال انا ده اخر فيديو هنزله يا جماعه، ولو شفتوا مني اي فيديو تاني اكبوا اللي معاكم قولوه واللي معاكم اعملوه. طبعا بقت 50 ست يعني ورا بعض فيديوهات والكلام ده. مش كفايه كده، لا كمان بنات صغيره تشتم في عمتهم، والست هي صاحبة القناة دي تشتم في اخواتي وتدعي عليهم وهم يدعوا عليه ويطلعوا اسرار بيتي واسرار حياتها الزوجية واسرار وهي يعني بيجي عبارة عن موضوع لا يمكن ابدا انت تتخيله. ويعني بيجي حاجة مستفزة جدا. طب ليه يا جماعة كده؟ والله انا معايا انا واخواتي، انا واختي وبنات اختي 5 قنوات، 5 قنوات بأكملهم. والله ما في حاجة بيننا غير المعروف، ولا أنا أجيب سيرة أختي إلا بالخير، ولا أختي تجيب سيرة قناتي إلا بالخير، ولا بنات أخواتي نفس النظام، ولا أي شيء، ولا بنتي برضو نفس النظام. طب ليه يا جماعة؟ في لما لك القنوات بقى اللي هي لها مصداقية، اللي بتنزل وصفات، اللي بتنزل أكلات، اللي بتنزل شيء بتتعب فيه، بتقعد يومين تصور و3 أيام تصور عشان تقدم للجماهير حاجة ليها قيمة وتاخد عليها ثواب. حتى القرش اللي يدخل البيت يبقى حلال. بناخد يومين بحالهم عشان نصور فيديو وننزله للناس، غير اللي يقعد يعمل روتين أكله ومراته ويجيبوا ويعملوا والكلام ديتو وحاجات. يعني أنا عن نفسي مرضهاش. في ناس اقترحت طبعا القناة اللي لها مصداقية طبعا كلها من أولها لآخرها وقعت، يعني ما بقت لهاش مشاهدات، بقت كل المشاهدات راحت للناس اللي بالوضع ده، شتايم وهتك اعراض وجريس وفضايح والكلام ده. كل المشاهدات من اولها لاخرها، كل المشاهدين كل المتابعين راحوا للقنوات دي الا قليل. يعني من الناس المحترمه اللي بتحبش تدخل في اعراض الناس والكلام ده. طبعا في ناس اقترحت علينا ان احنا اسره كامله ادينا في اليوتيوب على اننا نختلق زي ما الناس دي بتختلق مشاكل وتعملوا ردح وفضايح وكلام دي. اعملوا مشكله مع بعضيكم ونزلوها على اليوتيوب والكلام ده كانها ايه. طبعا لا انا ولا بنتي ولا بنات اختي ولا اختي كلنا رضينا بوضع زي قلت. لا عيب، عيب. ليه اطلع سيرتي انا حتى باكذوبه على الملأ؟ ليه يعني ليه اكسب قرش بالكذب؟ ليه اعمل فيديو مفبرك؟ ليه ما يكونش اللي انا هعمله ده واقع وحقيقي والناس تستفاد منه؟ ليه ادخل على بيتي وعلى اولادي قرش حرام؟
ليه عشان ايه؟ ما ممكن انا يجيني من ورا الفيديو اللي انا فبركته انا واختي وعيلة اختي واخواتي والكلام ده، يمكن يجيني منها الافات زي ما بيجي للناس دي. يمكن الفلوس دي كلها اصرفها في المرض، يمكن الفلوس دي كلها ابن من اولادي اللهم احفظنا تحصل له اي حاجه واصرفها عليه ويبقى ما استفدتش حاجه. لكن انا بيجيني ملاليم من اليوتيوب، ملاليم، انا وبنتي واخواتي وعيلة اختي، ملاليم والله. بالنسبه للناس دي ما تذكر الفلوس دي، يعني ما يجيش حق التوك توك اللي رايح ونوقف في الطابور دلوقتي عشان الامراض والكلام دي عشان ندخل البنك، ما يجيش الوقفه في الكلام ده. بس بنقول قرش حلال ابرك من مليون حرام، ولو هم يعرفوا كده كويس. الاول انا حزينه جدا على المتابعين، ليه وصلتوا للازواج دي؟ ليه وصلتوا انكم انتم ما تدوروش غير على الكلام دي؟ ليه القنوات اللي ليها مصداقيه وليها يعني فعل خير ليكم ابتعدتوا عنيها؟ ليه ما بقتش الفيديوهات المحترمه ليها قيمه؟ ليه كده؟ الله اعلم. ده جزء من نهايه العالم، على اساس ان الناس دايما تدور على الشيء التافه وتروح له. الله اعلم، بس احنا بنقول يا رب. طبعا انا زي ما قلت لكم والله العظيم دخلت بالصدفه على القنوات دي، يعني بعد كده بقت كل ما تيجي قدامي فيديو ابص اشوف فيه ايه. يعني امبارح انا سمعت فيديو البنت بتتكلم على عمتي بطريقه قذره جدا، يعني انا عن نفسي ما عرفش دي ازاي يعني جوزها سمح لها انها تتكلم على عمتها بالطريقه دي، وازاي دخلت جوزها في مشكله مع مشكله اسريه، وازاي ست صاحبه القناه تدخل جوزها ان يشتم اخواتي وان يتحاسبن في اخواتي وان يتوعد لهم اني انا مش ساهل واني انا هعمل وانا اسوي والكلام ده، وهي تقول اتقوا شر الحليم اذا غضب. يعني انت بتحرضي جوزك على اخواتك وبنات اخواتك والكلام ده. طب انت ايه فايدتك؟ ايه لازمتك تاني؟ ايه القنوات الزباله دي اللي بقيت بس عشان تلم فلوس بهتك اعراض بعضيها؟ يعني زمان لما كانت في قناتين ثلاثه كده بيمسكوا يشرشحوا بعضهم على اليوتيوب، دول ما يعرفوش بعض، مش قرايب، مع ان الناس كانت تدخل بالملايين عليهم. دول مش قرايب. لكن المصيبه السوداء اني انا اشتم عمتي، عمتي تشتمني، عمتي تشتم اخويا، اخويا يشتمني ويبهدلني، ويا ريت في الاسره بيننا ما بين بعضينا، لا ده على الملأ. يعني نحن عندنا في الصعيد اللي هم بيقولوا احنا صعايده، بس لا ما اظنش انهم صعايده ابدا. احنا عندنا في الصعيد لو في مشكله داخليه في البيت والله العظيم ثلاثه الناس بتقفل البيبان والشبابيك عشان محدش يسمع بره البيت المشكله دي. انا عن نفسي لما كانت فيش راجل ما بتحصلش بينه وما بين مراته مشاكل. لما كان زوجي عليه رحمه الله ابو محمد، كان لما يجي تبقى فيه مشكله وصوته هو عالي، طبعا دايما صوت الراجل عالي، انا كنت اكتم صوتي خالص ما اتكلمش نهائي عشان ما تتعرفش المشكله معايا انا، تتعرف المشكله مع عيل من العيال، مع حد من صحابه من زملاته. وكنت اقفل البيبان والشبابيك عشان الصوت ما حدش من بره يسمع ان احنا المشكله عندنا او تبع الاسره. دي الحياه. دي اختي ساكنه جنبي في نفس الشارع، كنتش اقول لها ايه المشكله عندي. اقسم بالله العظيم ثلاثه كنت عايشه في بيت ابويا، كان زوجي سافر الخارج ورجع، ما كانش معانا شقه وكده، رحت سكنت مع بيت ابويا في شقه فاضيه سكنت فيها، وكان ابويا فيش غيره وحده في البيت كله، فسكنت مع ابويا وقعدت معاه. والله قسما بالله كانت تحصل مشاكل بيني ما بين زوجي في البيت، بيني ما بين ابويا حيطه. وعزة لا اله الا الله ما كنت اطلع اقول لابويا في ايه، ما كنتش اقول لاخواتي في ايه. كان اخويا الكبير يجي في البيت ويسال علينا وبتاع، وكنت ابين نفسي ان انا في منتهى السعاده فيش اي مشاكل. دي الحياه، دي العيشه. مش انا افضح اديني ومش يا ريت في اسرتي، لا على النت. يعني كم مليون انسان هيشوفكم، يعني انت كده هتحط في دماغك. انا مش بتكلم على واحده بس فيهم، انا بتكلم عليهم كلهم من اولهم لاخرهم. انت هتحطوا في نفسكم ان حد ممكن يحترمكم، ان حد ممكن يقول لا ده دي اسره كريمه، ان دي يقول ده اسره مترابطه. لا 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 والله العظيم ما حد هيقول كده ابدا. والناس اللي بتطبل لكم دي وتتكلم معاكم، يعني انا استفزني كمان التعليقات. اروح عندي دي القى تعليقات جايه في صفها وتدبدب عليه. في واحده مش هقول حسبي الله ونعم الوكيل فيها، لا هقول ربنا يصلح حالي، بتحرض صاحبه القناه اعملي شكوى في اخوكي
وافضحيه وجرسيه في الاقسام واديله 2 سجن. يا شيخ اتق الله، اتق الله، اتق يوما لا ينفع فيه مال ولا بنون. اتق الله، انت الكتابه اللي بتكتبيها في يدك دي مسؤوله عليه. اتق الله في التعليق اللي انت بتعلقيه دي، تبقى هي قلبها حامي على اخوها، ممكن تاخد كلامك دي وتطلع تشتكي اخوها وتبقى انت قال لك الفتنه اشد من القتال. الفتنه اشد من القتال. يعني انت كده بقيت عملت نفسك محبوبه ليها يعني؟ ده انت ابليسي، ده انت مش بني ادمه اللي انت بتحرضي اخت على اخوها. واوعي تفتكري انك انت كده بتحبيها، بالعكس ده انت بتكرهيها سم، لانك طول ما انت مش بتحبيها بتتمني لها الشر، وده شر من غير كلام. اتقوا الله يا جماعه، فضحتونا، فضحتوا المصريين، فضحتوا القنوات المصريه، جرستونا والله. والله العظيم 3، انا لو قناتي ترتفع بالطريقه بتاعتكم دي ما تلزمني. انا قناتي اكتر متابعين ومشتركين منيكم، ولكن والله انا اتمناها تفضل بالمنظر اللي هي فيه دي، ولا انها ترتفع بالجرس والفضايح والعار وهتك الاعراض وسيره البيوت والدعاء على اخواتي، ادعي على اخواتي وبنات اخواتي. يا لهوي. طب والله وقسما بعزة لا اله الا الله ما بحط راسي على المخده وانام، اخواتي اللي في مصر، اخواتي اللي هنا، اخواتي اللي في اخر الدنيا، اللي جنبي، اللي بعيد عني، والله ما بنام الا لما ادعي لهم واحصنهم واطلب من الله اني يحافظ لي عليهم، واني ما يوريني فيهم حاجه وحشه. ومش هقول لكم اخواتي زنين قوي، احنا البنات بسم الله ما شاء الله يعني مع بعضينا كتله واحده. اما اخواتي الولاد فكل واحد في حياته. معايا اخويا الكبير ده اللي عايش بحري ما بيسالش فينا غير في الاعياد، ولكن والله ما اتمنى له اي شر، ما اتمنى له اي حاجه وحشه، الا اتمنى له غير كل خير، وادعي له وادعي لاولاده واوقف معاهم. لما ربنا كرمنا كنا الخير اللي اداهولنا ربنا مش كنا نأذوا بيه بعضنا، كنا نفضوه على بعضنا. فيعني اتقوا الله، واتقوا يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، واتقوا شر. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لجميع الخلق الا قاطع الرحم. قطع الرحم ربنا مش بيغفر له الا لو يوصل رحمه. وانتوا اخوات وبنات، ودي عمتك ودي انت ودي بنت اخوكي، وانت ليه بتعملوا كده؟ اتقوا الله، ويعني وخافوا يوم تتحاسبوا فيه بين ايادي الله. وما تعملوش القنوات دي كلها كتجاره في هتك الاعراض. لا 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 لا، انتوا ما خلتوش حاجه للقنوات اللي هي بتاعت مش عايزه والله لساني مش عايز يقول هي القنوات اللي كانت تعرض رذائل وتعرض هتك اعراض وعري والكلام ده، ما خلتوش مني حاجه. دي قنوات بالذنوب ودي قنوات بالذنوب. اعاذنا الله واعاذكم، ربنا يصلح حالنا وحالكم. وانا لا هجيب سيره قناه فلانه، ولا قناه الاخ اخوها، ولا قناه بنت اخوها، ولا قناه اختها، ولا الكلام ده كله. انا بتكلم عامه، بتكلم على اساس ان المشكله عامه. كفايه جرس وكفايه فضايح، فضحتونا وجرستونا. احنا بقينا سمعتنا المصريات والمصريين بقي زباله وسط المجتمع. خش كده في القنوات بتاعت الجماعه المغاربه، في الجزائريين، في العراقيين، في اي قناه في بلد عربيه، شوفي في واحده فيهم بتشتم التانية ولا تردح لها وتشرشح لها. ليه خلتونا الناس تنظر لنا بان احنا شراشيح؟ ليه انتوا تقولوا على بعضكم دي تقول شرشوحه، ودي تقول بتضرب بالشبشب، ودي تقول يا ساتر لا اله الا الله. ربنا يصلح حالكم ويصلح حال الجميع، ويا رب تاخدوا كلامي بعين الاعتبار، يا رب تاخدوا كلامي بعين النصيحه. وانا بقول مثل النصيحه على الملأ فضيحه، بس انتوا اللي فضحتوا نفسكم، انتوا اللي فضحتوا نفسكم. وربنا يصلح حالكم ويألف بين قلوبكم ويردكم الى الله ردا جميلا. حبايبي في الله، ما تنسوش تضغطوا لايك، شيروا الفيديو عشان كل اللي معاها لسان تربط وتحطه في بقها، وما تقولش وتعيد وتزيد. احنا صعايده صح، دمنا حامي، ولكن في الحق احنا ممكن نجيب رجاله نرصصها كده من الصعيد لحد مصر، ولكن في الحق برضه، مش عشان ان احنا نهتك عرض بعض. حبايبي في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لو مش مشتركه في قناه اشتركي، اضغط عليك وشجعيني، شير الفيديو لاصحابك وحبايبك، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.